وانت داخل مكان جديد عليك، شغل جديد، جامعه جديده، مدرسه جديده، وعايز تعمل علاقات قويه والناس تعرفك وتفتكرك. لما تيجي تقول لهم على حاجه، اي حاجه حتى لو صباح الخير، كلمهم باساميهم، احفظ اسامي الناس. لما الشخص بيلاقيك فاكر اسمه وبتكلمه بيه، بيحصل حاجتين: الشخص بيحس باهتمام فبيفتكرك وبيشغل تركيزه معاك، وبيحصل نوع من الود المبدئي. عارف لو حد في نص الكلام احرجك تعمل ايه؟ هتعمل اي حاجه غير انك ترد في ساعتها. انا هقولك تعمل ايه. لما حد بيحرج شخص بيبقى منتظر انه يشوف نتيجه، زي انك تتوتر، تتلجلج، يفرج الناس عليك. البشر بقى بشكل عام عندهم فترات انتباه قصيره، فانت لو رديت في ساعتها بتبقى زودت مده الموقف، وبالتالي زودت تركيز اللي حواليك وعملت له اللي هو عايزه. في الموقف ده لازم تعمل حاجتين: اول حاجه انك تقلل قوه الموقف وتاثيره عليك، ده هتعمله بانك تضحك على اللي بيتقال ايا كان، حتى لو بابتسامه في وش اللي بيتكلم ده. تاني حاجه انك تغير الموضوع من غير ما تحسس اللي حواليك انك بتعمل كده. هنسال سؤال في نفس التوبيك اللي بتتكلموا فيه، مش في حاجه تانية خالص. follow for more life tips.